ازيك يا جو؟ حبيبي عمور، الحمد لله حبيبي قلبي والله الحمد لله. سلام، انت طيب بخير؟ وانت طيب وبألف صحة وسلامة ان شاء الله. جميل. تشرب ايه؟ اشرب شاي. انا اشرب قهوه مظبوط. تمام. واحد شاي واحد قهوه مظبوط. اوي مساء الفل عليكم في البودكاست الجديد، بودكاست مود كاست. وحشه صح؟ لا ده جامد فشخ. لا. زي البرنامج يا اسطى والله. مالك ايه؟ والله حلوه. بودكاست مود كاست. تاني ماشي ودي يا اخويا. جات لي فكره احلى. ودي فكرك بحاجه الحوار ده ماركو؟ شايف رمضان بيتعاد قدام. ايوه. لا ربنا يستر ان شاء الله وبتاع تسجل. لا اوي مساء الخير عليكم في اول حلقه من حلقات مود كاست. ايه هو مود كاست يا عم جو؟ ايه هو مودكاست عمور؟ مودكاست من الاخر كده هي قعده القهوه بتاعتنا. تمام. يعني هنقعد نتكلم، نتبسط، نضحك، نهزر، نفضفض. قعده القهوه بتاعت الصحاب والشباب. جميل ولا ايه الكلام؟ لا حلوه جدا. فمن الاخر اعمل لايك الجميل، سبسكرايب الرايق، جرس، شير، روق علينا يعني، وشد لك كرسي تعال اقعد معانا. طب ايه، نعرف الناس مين احنا؟ نعرف الناس. يلا بينا. هبدأ انا؟ ابدأ انت. انا عمر فودة. يعني ممكن تكونوا شفتوني في كذا مكان تاني غير هنا عشان انا منتشر شويه على اليوتيوب. هتلاقوني بقى في شادر فودة موجود، في كابتن كشري موجود، كل حاجه هتلاقونا. وبشتغل ايه ولا بعمل ايه في الدنيا اصلا؟ انا راجل مبرمج، هاكر، مهندس كمبيوتر، بسطب ويندوز، اي حاجه من الحاجات اللي هي الضحك والهيخ ودي احنا بنعملها ان شاء الله. ولا اعمل جو؟ تمام يا عمور. انا يوسف. ايوه تمام. محاسب عادي خالص. تمام. عادي جدا. يعني عادي. يعني عندي هواية مزيكا كده بحبها شوية، وبحب ألعب جيمز، بحب قعدة القهوة، بحب عمور أخويا، بحب التشانل دي وأعمل لها لايك وسبسكرايب وشير والحاجات الحلوة دي. أخويا اللي في الانجيجمنت. شوف والله الكلام. ماشي يا عم. هنتكلم في ايه النهارده يا جو؟ في ايه؟ هنتكلم في المصايف. ده جميل. احنا خلاص صيف، شهر 7 حر، فيعني اصولا نتكلم في البلبط. نطلع بقى على البحر ونبلبط مع بعضين. يلا بينا. انا جايب المايو. وفعليا جايب المايو. خش يا صاحبي، سيبك من تحت الترابيزه. قول لي انت مصيفك كان فين زمان؟ هو في اسكندريه. ومرسى مطروح بس. العادي ده لا عادي. انا عمري ما رحت الساحل. رحتش راس البر؟ والله ابدا. ساحل عمري ما رحت الساحل. ولا انا والله لا طيب ولا شرير. ده بجد. انا رحت الطيب والله، ولا الشرير ما عداش عليا والله ابدا. ولا ده خالص. لا والله. يا ماركوز ده كده ماشي عادي. معلش يا جماعه، انتوا بتعملوا ايه؟ واحده وسخه. انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتطلعوا يا جدع. ده كندم انت يعني. هتاكل لبانه في لا الا مفيش. يا عم لا والله هتفضل طالعه في الكاميرا. مرتبه كانت طالعه من صوتك وانت قاعد هنا. اصبر يا خلاص. انت اللي هتديت الصوت، والله انا مالي. طب والله صوتها باين يا جو. خلاص والله ابلعها والله. تبلع لبانه؟ ايوه يا عم، ايه المشكله؟ ايه ده؟ ما انا بلعت البتاع اللي قبلها. هي هنا اللي خلي بلعت. نرجع تاني عشان خاطر ماركو كان قاعد ماسك الموبايل وبيلعب. انت كنت بتتفرج على ايه؟ شايف ده فيديو اشتغل فجأة. فيديو اشتغل فجأة. الفكرة ان انا قلت له لو الموبايل عمل صوت في ايه؟ شفت دبان. الله اكبر. حد شاف دبان؟ انا خفت. لا انا خفت. ماشي. بس احنا قاعدين على قهوه عادي يا عم. انا شفتك يا عم. انا افتكرت شفت حاجه مرعبه. لا بس شايفها في دبان يعني. تمام. يلا تاني بقى. تمام. نرجع تاني عشان خاطر ماركو ورا الكاميرا واحنا قاعدين شغالين كناس بروفيشنال محترمين، موبايله رن، فمعلش ناخدها تاني بالطريقه. صح. بس المحترمين. نرجع تاني للمصيف يا جو. الساحل. كنا في الساحل. احنا كنا في الساحل صح. انت بقى. انا ما روحتش. انا رحت الساحل الطيب. طب اوصف لي ايه فرق الساحل؟ الساحل الطيب هو العجمي. طب ما انا كنت في العجمي. ما هو بقول لك هو نفس القصه بالظبط. طب تمام. ما فيش فرق. تمام. كانت ازازه الميه عادي هناك بجنيه يعني وحاجات زي كده. طب وكنا نروح نجيب ازازه الصاروخ ام 75 قرش دي. خلاص مش عايز حاجه تاني من التاني.
ومعاكيش شيبسي واكيد شيبسي هاتريك بتاع زمان، بس دلوقتي هو مقاطع. ايوه بس فكنا نروح نجيب الازاز الصاروخ مع كيس رقائق البطاطس التي اصبحت مقاطعه يعني. وتقعد بقى انت خلاص انت كده ملك الدنيا وما عليها. والله كان ده المصايف زمان يعني. ما كانش فيه بقى ساحل شرير وازاز ميه ب 500 جنيه وشباب بتتخانق مع بعض تقول وات ذا فاك حاجه زي كده. ما كانش فيه الكلام ده والله. ما كانش والله يا ابني في حد بيتخانق اصلا. لا كان فيه خناقات برضه عشان ما لاحظتش بس كانت خناقات من بتاعتي كده. ما كانش وات ذا فاك ده. انا بالظبط قاعد ما بقشعرش يعني من الشتيمه. بتقشعر من الشتيمه. ما هو وات ذا فاك. تخيل انت واحد محترم واقف بيقول لك وات ذا فاك. اضحك والله فشخ بتخيل الواحد جاي يتخانق معايا يعني وات ذا فاك wrong with you. عليك المايو. شوف شكله دكتور جاي يكشف بالظبط فصباح الفل يعني. طيب ودينا بقى على اكل المصايف. الاكل المصايف ده انت عارف انا اصل طالما حضر الاكل يبقى انت موجود. لازم يحضر اكل ده كده هو اكل المصايف كله رمل ده كده سواء انت بتاكل ايه ده مفروض هو كله رمل. افتكر المكرونه والبانيه ده طبيعي يس. والمحشي كانت حله المحشي الكرنب انزل على الشط السما بقى فعلا يعني بغض النظر عن ده. لا بغض النظر عن ده خلينا ده نخش له بعدين. وفاكر في مره واحنا كنا في اسكندريه في المعموره زمان وقالوا هنعمل حواوشي وانا كلب حواوشي بحب الحواوشي قوي. فالمهم ست الكل امي ربنا يبارك لنا فيها يا رب عملت لنا حواوشي وترسته برغل. ليه ما اعرفش بس كان عليه كميه برغل مهوله. فكان فاضل لنا 3 ايام في المصيف قضيناهم في الحمام. قاعدين بنعمل زبله صغيره العيله كلها في الحمام بتنزل البرغل. والله 3 ايام عملنا داونلود للبرغل في والله اقسم بالله. اصل البرغل الدنيا مش حلوه يعني بيبوظ تبقاش عارف دي رمله ولا ايه. بالظبط وانت اكل المصايف كان ايه؟ انا اكل المصايف بانيه اسمه ايه ده اللي هو بوفتيك. طبعا مكرونه وبتنجان مخلل. ايه اللي جاب البتنجان في المشوار ده؟ بتاكل بقى معاهم بتنجان مخلل يعني زي يا ماشي ده لان هو ابيتايزر زي اي حاجه بتجيب انتفاخ. ايوه تنزل ميه يلا بقلل تلاقي العيال كلها والله نازله بقلل. ايوه وايه تاني ومحشي طبعا محشي كده محشي كده وفراخ مشويه. لا فراخ مشويه مش مصايف. فراخ بانيه مصيف فراخ بانيه معروف. فراخ بانيه يعني وبعدين بقى فراخ بانيه مش متبله ببقسماط ناعم. هي مش متبله اصلا. لا يعني مش متبله اقصد مقليه مش ببقسماط ناعم. بالرمل ما هي كده طلع كده بالرمل وترميها بالزيت فاهم. انت بتطلع اصلا طالع من البحر عايز تاكل اي حاجه. لا انت كده طالع من البحر يا باشا. اديني الرمله دي رز برغل. بالظبط الرمله دي رز ازاي انت تقعد تاكل فيها. بالظبط طيب وايه تاني طيب فريسك. ايه الفريسك ما كنتش بحبها. بقول لك الفريسك دي يعني رمل بالسكر. لا انا ما كنتش بتقبلها خالص والله. ولا غزل البنات حتى. لا انا مع كلب غزل البنات. وبتاع اللب اللي بيعدي على البحر طبعا دايما كان بينفخ كيس بقه وانا كنت بقرف جدا. والله يا جدعان كان بينفخ كيس بقه فكنت دايما ادي اول حبه لب دول حد تاني هو اللي ياخدهم وانا اخد الحبه اللي تحت عشان اقطع الحته اللي فوق. اوكي عشان بس الشويه عشان اشغل الدماغ بس. بس ده كان لب ملح منه فيه. هو لب ما تفهمش تاكل ايه. هو لب ملح منه فيه الله يعرفك. طب ايه المصيف يعني احكي لي كده ايه اللي تفتكره من المصيف كارثي؟ مع العيله مفيش كارثي انما مع الصحاب هو اللي بيبقى فيه كارثي. طب استنى بقى ده هاخدنا لسؤال. قول لي المصيف العيله ولا مصيف الصحاب؟ والله هو مصيف العيله حاجه ومصيف الصحاب حاجه ثانيه. هو مصيف العيله عشان تعرف تروح عشان نعرف نخش البيت. يعني مش هقول وحش هو حلو جميل لذيذ ده عشان البوليتيكال كوريكت للبيت. بالظبط عشان ما يوتيوب جايد لاينز. لا عادي والله. لا مصيف العيله طبعا جميل. ولكن لو هم عيله كبير لكن لو رايح مثلا انت وباباك ومامتك وبتاع طب ما احنا كنا في البيت بالظبط وبعدين غيرنا الخلفيه بتاعت المكان لسه.
فبالنسبه لي لا طبعا بتاعت الصحاب. بالنسبه لاي حد كمان بس بيطلع مع اصحابه فدي بتبقى حاجه تانية. اذكر بمناسبه مصايف الصحاب في يوم من الايام انا وهذا الرجل صاحبي اخويا نزلنا وقلنا هنصيف مع بعض وطلعنا اسكندريه وقاعدين في شقه جميله. لا هي مش جميله، هي الرفاهيه فيها كان فيها حمام والله العظيم كان فيها حمام عشان تعمل حمام ادمي بس ان في قاعده مش رمله. حصل قاعدين في شقه والدنيا حلوه وبتاع ويلا بينا ننزل نخرج. قلت لهم يلا بينا فقمت البس فما اعرفش وانا بربط حزام البنطلون الدماغ كان فيها ايه وقمت طالع لهم بره وماسك الحزام ده وغالبا لحد النهارده ظهرك متعلمه والله العظيم. كانت ايديا من هنا عامله خطوط كده لغايه ان ماما قالت لي هو ايه اللي حصل انتوا بتتخانقوا في حاجه؟ انا كنت بهزر معاهم صح عادي. والغريب بقى في ايه ان هو انا ما قدرتش اسكت. اصل انا كنت يا جدعان بغير هدومي عادي خالص وطبعا انا كنت لابس فانيلا كات عادي فهو يعني ما اعرفش ايه اللي حصل ايه اللي استفزه فيا فما انا عادي زي ما انا مش فاهم. وبعدين لقيت الحزام دروب مره واحده كده لسه عليا انا اتخضيت من الصوت اصلا. وبعدين انا يعني الدنيا ضاقت بيا ما عرفتش اعمل اي حاجه. رحت ادخل المطبخ وكان معانا واحد صاحبنا كان معاه انبوبه كان سايبها بيغيرها. والله الموقف ده حصل بجد. ودخلت عشان عايز اضربه بخرطوم الانبوبه. يا اللي فشخني ضحك عمال صاحبنا هو اللي كان عنده الانبوبه ده طالع ماسك الانبوبه وبيجري ورا يوسف ويوسف بيجري ورايا وبيقول لهم خلاص يا شباب وماسك الانبوبه وطالع يجري ورانا. والله بجد هو يعني ملوش لازمه بقى ملوش دعوه باي حاجه. واحد بقى هو يعني كان لابس من فوق ومن تحت مفيش حاجه فماشي يجري من الشقه وماسك الانبوبه سايبها وانا ماسك الخرطوم والله العظيم الموضوع قام وقعد واحنا ما عرفنا ليه عمل كده. لا لحد النهارده ما اعرفش ليه. لا والله ما كده والله هي طلعت هو اصلا انا كنت قاعد بلعب في موبايل لا استفزيتك ولا عملت اي حاجه. هي جت ما اعرفش بس هقول لها لا هي جت هي خلاص جت يا بالظبط. هنقول ايه انا مش زعلان وانا تمام. انا على فكره انا ولا اي حاجه عادي كنت عمال اهرش فيها طول ما انا في الشارع. ايوه خلاص ماشي تهرش بس. لا خلاص ايوه معلش يا انا اسف لك. انا الحمد لله. بس فدي حاجه من الحاجات الحلوه الصراحه اللي حصلت في مصر. الكارثه اللي مش قادر انساها في نفس الشقه دي كنا انا وواحد صاحبنا اسمه نور وعباس. ونور ده كان لسه طالع من الجيش يا عيني يعني ما لا كان لسه ما راحش. لا كان لسه طالع بجد والله كان لسه طالع كان واخد اجازه. فالمهم ايه طلعنا سافرنا قلنا هنقعد برضه ونتبسط وبتاع وكانت بابجي في اواخر ترندها. فنور ما كانش يعرف حاجه عن بابجي اصلا. يعني نور فتره الفايرنج بتاعت بابجي كان هو في الجيش كان بيلعبها لايف. فالمهم ايه قاعدين بنلعب وخلاص احنا الفري باس كله الناس كلها ماتت باقي انا وعباس صاحبنا ده ونور كان مات. فبقى احنا الاثنين وواحد الناحيه الثانيه ضدنا فاتنين على واحد فكاجوال نكسب. فالمهم قاعدين مكمبرين مستنيين المعلم ده يظهر وبنحاول ندور وبتاع لحد ما المعلم ده ظهر. اللي حصل ايه عباس قال لي انا شفت الشخص اللي ضدنا ده قعدت ابوش عليه واضرب عليه نار يعني وبتاع سوري قعدت ابوش عليه واضرب عليه نار وبتاع. فطبعا الشخص التاني عرف ان في ناس هنا. فعباس قعد يقول لي يا ابني ما تضربش نار احذف سموك وانا اقوم حادف عليه جرينيد عادي فتقوم مفجره. فالراجل بيجري بيسمع صوت الجرينيد بيجري وعبس عمال بيجري عايز يروح للراجل ده يبوش عليه يقتله. فاول جرينيد ما جاتش في حد تاني جرينيد قامت ضربه عبس فعبس قام واقع. فطبعا قعد يشتم الدنيا والاخره الاثنين مع بعض يا ابني احذف سموك وتعالى قومني يا ابني احذف سموك تعالى قومني وانا ما فيش. لحد ما المعلم التاني ده انا هلكان ضحك مش قادر ما يعني ساعتها كنت خلاص انا هيغمى عليا من كتر الضحك. عيبس يا جدعان ده من الشخصيات اللي هي بتاخد كل حاجه جد. يعني احنا بنلعب بياخد الموضوع جد بنتكلم في اي حاجه هو خدها جد فخلاص لبس الجد بالظبط. فهو بيلعب دلوقتي انا فعلا في معركه وانا لو مت انا مت بجد وانا راجل صعيدي ولو حد موتني مش هسيبه فخلاص بقى. المهم ايه
الراجل التاني ده قاتلنا احنا الاثنين وكسب هو الجيم. امس قعد يقول له والله مش عارف ايه وبتاع وقعد يشتم شويه. وبعدين انا مش هسكت ولا ما اعرفش ليه لساني ما قدرش يكنترول. قلت له بصراحه يا امس انا كان معايا 5 سموكات. بقى في باتل رويال بجد بقى في الاوضه بالمولل بتاعت السرير. يا جدعان هو فكره ان هو زعل بجد. زعل يوسف هو اللي صالحنا على بعض تاني قعد يوم. فتره واخد على خاطره وهو ما كلموش بالليل. هو الاثنين مثلا يقوموا يخشوا الحمام يبصوا لبعض كده. يوسف هو اللي صالحنا على بعض. صح بجد يكون معاك 5 سموك ما تحسبش واحده يعني. ايوه يا ابني اصل الضحك يا صاحبي. احنا قايمين نخش اصل خلاص يعني الضحك جه يا صاحبي. قايمين نخش الحمام بيبصوا لبعض من فوق لتحت كده وقعدوا ولا كان حد يعرف التاني. ايه ده بالظبط. راح معدي بالظبط. طب يعني طب هسألك سؤال. سألني. ماذا لو او ايه اللي كان ممكن يحصل لو فكرة المصيف ما كانتش موجودة؟ يعني هل او كان الديفولت بتاع حياتنا هو المصيف، ان احنا اوريدي يعني مثلا تعال نفكر بدماغ حد اسكندراني او حد من مطروح او كده، المصيف بقى بالنسبة لهم ايه؟ هيروح يصيف في القاهرة، عايز حتة ناشفة بقى. يعني طول الوقت نازل في حتة مبلولة، انا عايز حتة ناشفة. صح؟ هو انت تسأل السؤال بقى اللي هو ماذا لو أيوة. ما كانش فيه فراخ بانيه ومكرونة؟ مين كان هيعمل؟ اعتقد كانت كل الدنيا باظت بقى. لا كان كلها هيقضيها برجل. بس اعتقد كانت هترسى على كده. طب انت تعرف ان احنا كنا بنصيف في مرسى مطروح من ايام ما كانت الناس كانت عربيات الميه تيجي تملى الميه من تحت البيت. يعني كان بيبقى فيه كده بتاع عامله زي بلاعه، تيجي عربيات تفضي الميه فيها وانت تنزل بقى بازايز وتملى الكلام ده، تطلع بقى مثلا لو انت في الدور التاسع ولا بتاع مش هتصير والله العظيم. كانت اول مره رحنا مطروح فيه، كان الموضوع سوداوي بالنسبه لي. حضرتش ده بصراحه. انت رايح انت الناس كلها دلوقتي بتروح تعمل فورمه وتروح الساحل. لا انت دلوقتي في المصيف بتعمل فورمه عشان تملى ميه. والله لازم تطلع بقى بازايز ميه قد كده وتطلع بيها على السلم عشان تملى. والميه غير صالحه للشرب ده. ميه بحر هي ما اعرفش، بس هي ميه انت يعني توضى منها، اغسل بيها حاجه، تشطف بيها، اعمل بيها اي حاجه ثانيه غير ان انت تشرب منها. عشان كده انا فاكر افتكرت دلوقتي احنا زمان في المصيف كان ابويا ينزل يجيب قاروره. ما هو عشان تشرب منها. ودي ما اعرفش بقى لسه لحد دلوقتي لسه هناك الموضوع ده. لا ما اعرفش بصراحه، بس في اسكندريه عادي ميه عاديه يعني تفتح الحنفيه تشرب منها. لكن مرسى مطروح بالذات هي اللي كان فيها الموضوع ده. دي معلومه جديده عليا والله، او يعني مش جديده بس والعجل ما كنتش عارف كده. فاكر انت تأجير العجل يا العجله اللي هي عربيه. لا انا دي كده اللي كنا بنركبها، بس انا كان في عجله كانت بتجنني، العجله الطويله فشخ اللي هي 3-4 ادوار دي. انا تمام طلعت فوق ازاي ما اعرفش، انا لحد دلوقتي ما شفتش حد ركب عليه. انا طول لا انا شفت ناس راكباها. لا يعني انا ما شفتش حد بيطلع عليه. هو بيترندر هو بينزل كده. والله هي اتصبت بيه. ايوه اصل هي العجله بيها دور او دورين فعليا، ده مش افيه. فاللي طلع ده نط من البلكونه عليها ولا عمل ايه؟ وبعدين افرض بيجري مثلا لا اشاره مرور هيخبط فيها. ما هيخبط فيها. ما بالظبط. يعني راكب العجله اخضر احمر اصفر عم سعيد. لا وحشه يعني. والله بجد لو حد عارف بتتركب ازاي او حد ركبها قبل كده يقول لنا. موافق. دي وانا النهارده قبل ما انام هخش اشوف توتوريال ازاي الناس بتركب العجله. موافق فشخ الحوار ده، دي فكره حلوه جدا. دي تاسكايه الناس النهارده. لا بجد والله اصل ده بجد والله العظيم شغل دعايه، بس انا فعلا ما اعرف الناس بتطلع تركب ولا ازاي. ما ماشي بقى. وبعدين انا افتكرت انها كانت اكيد بعدين بتكبر. حد بيتفرج علينا اسكندراني بقى مطروح. ما هي مش في اسكندريه. انا شفتها في مطروح بصراحه. هي في مطروح، اصل مطروح مليانه عجل كتير قوي. والله واسكندريه كانت مليانه عجل، المعموره كانت كلها عجل. بس عجل عادي بقى لا بس عجل عربيات بعجلتين مثلا. ده اللي فيه كلها عجله. بس العجله الكبيره قوي دي كانت متعبه قوي، كانت مرهقه، شكلها غريب يا شيخ. بعدين تقيله. الدركسيون بتاعها كان وحش جدا، مفيش باور. مفيش باور. ايوه وتطلع في وسط العربيات بقى. انا سايق عربيه بالظبط. والله العظيم تلاقي الناس كلها عماله تكلكس لك تسبلك. انت مش عارف انت في انا بلعب. ما انت تمام يعني. ما خلاص. طب ايه الى هنا على دو الى هنا يعني. انت بتقول على هنا ولا الى هنا؟ انا قلت على دو. نقفل على كده. قعدنا وبسطنا وضحكنا شويه.
اتكلمنا في المصايف. طب هسألك سؤال تاني اتفضل. قبل ما الحلقه ما تخلص. ايه اكتر موقف مرعب حصل لك وانت في مصر؟ مرعب؟ لا ده هنقوله في حلقه الرعب. يعني تمام. لا بس طالما حلقه المصايف خليه في حلقه الرعب ده. اسمع مني. ايه ماشي ماشي. تعالى. يعني نورتونا شويه دول. نتمنى يعني ان القعده تكون كانت لطيفه كده، محدش كان متضايق، حاجه جميله. وعجبتكم الحلقه لايك، سبسكرايب، شير، جرس، اي زرار تلاقيه قدامك دشمل كده على طول. ويعني الشباب بتاعت ثانوي الله يعينكم، امتحانات وبتاع انا عارف، فالله يعينكم وان شاء الله تعدي على خير. ومش اخر الدنيا كده مش اخر الدنيا، يعني معاكم 2 اهم خلصوا ثانوي من سنين السنين، وهي مش اخر الدنيا والله. هو بس شويه ضغط وشويه تعب كده من اهالينا ومن الضغوط اللي حوالينا، بس هتعدي كده هتعدي وان شاء الله هتلاقي اللي انت نفسك فيه. بالظبط. اعمل بس انتوا اللي عليكم، اعملوا اللي عليكم والباقي بتاع ربنا، يعني كده الباقي بتاع ربنا. بالظبط. وبس نختم. توحشونا. وانتوا كمان. انت طيب. حط الاوترو.